لو انت من اسكندرية وقريب من مقابر العمود فانصحك تفكر قبل ما تروح هناك. النهارده هحكي لكم حكايه حصلت فعلا مع طلعت زكريا، حكايه الراجل ابو منشه اللي بيظهر عند مقابر منطقه اسمها العمود في اسكندريه، وهي عباره عن منطقه كبيره بسور وعليها 3 بيبان، منهم باب بيتفتح وقت الزيارات بس، وبيبقى عاوز 3 رجاله يفتحوه لانه تقيل وقديم جدا. طلعت بيقول ان الحادثه دي حصلت معاه لما كان صغير وبيلعب مع اصحابه كوره عند مقابر العمود، فجاه لقى الباب اتفتح وخرج منه راجل طوله متر ولابس جاكيت وماسك جورنال ومنشف في ايده ولابس طربوش احمر. طلعت بيقول انهم تابعوا الراجل ده لما خرج وبص لهم وكمل مشي وهم باصين عليه لحد ما جسمه بدا يختفي واحده واحده. ففي صديق ليهم كان عاوز يشوف الراجل ده فراح معاهم وفعلا طلع لهم واستفزوه لحد ما صاحبهم قرر انه يمشي وراه ويشوفه هيروح فين، وصاحبهم ده لحد دلوقتي محدش عارف هو راح فين، برغم انهم قلبوا عليه المقابر حته حته. طب ما يمكن يكون طلعت زكريا بيألف القصه دي. هقولك ان في ناس من اسكندريه قالوا فعلا ان جدودهم حكوا لهم على الراجل ده، وان في ناس بالفعل قابلته وشافته. عاوزين بقى اهلنا في اسكندريه يقولوا لنا هل فعلا القصه دي حصلت معاهم ولا مجرد خرافات؟